تفجر ملف صادم بعدما توفي طفلان بحضانة عشوائية، حيث تدخلت على وجه السرعة السلطات المعنية لتوقيف صاحبة البيت الذي يضم الروض لإخضاعها للتحقيق. وتم إيداع جثتي الهالكين بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي. حسن بن رابح أنجز تحقيقا في الموضوع والذي تم تصويره كما يقول في ظروف استثنائية. نتابع. الغموض ميز جميع مراحل تغطيتنا لحدث الرضيعين ضحايا ما يصطلح عليه روض الأطفال العشوائي. العثور على المكان كان صعبا جدا رغم أن الحادث الأليم تناقلته مختلف وسائط التواصل الاجتماعي. بعد جهد جهيد عثرنا على درب نجمة بالحي الحسني، بالضبط البلوك 443. معظم النوافذ والأبواب مغلقة، الحركة شبه منعدمة، وبالإيماءة فقط واحدة من المارة أشارت إلى البيت المعني الذي كان يأوي الأطفال بمقابل مادي. المعطيات الرسمية شحيحة، ما تم تداوله أنه تم القبض على صاحبة البيت وهي سيدة في منتصف الخمسينيات. كل من رمق الكاميرا كان يوصينا بالابتعاد عن المكان الذي يبدو أنه غير آمن. والقصة الصادمة تفيد معطياتها الأولية إلى استقبال مستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني ليلة السبت الأحد الماضيين لطفلين رضيعين يبلغان من العمر على التوالي 8 أشهر و2 يعانيان من مضاعفات مرضية تسببت في وفاتهما. أنا شفت الفيديو ديال هاد الوليدات اللي قالوا ماتوا في داخل حضانة غير شرعية بالصدفة. والله العظيم زعما الا كان هادشي كيحز في النفس وكيمرض الخاطر. واش كيفاش بنادم كتعطيه يحط وليداتو الكبده ديالو يحطوهم في اي بلاصه؟ ما يمكنش. خص تكون المراقبه ديال الدوله هي اللي خصها تراقب هادو، مره دير واحد الخرجات استطلاعيه باش تطلع على هاد الديور وهذه، ماشي نتسناو حنا تا كيموتوا 2 3 عاد كتنوض الاذاعه ويدوا الناس يهضروا وينوض هذا. لا، انا كنظن ان المراقبه كتكون من البدايه ديال الافتتاح ديال هذاك الكراش. على وجه السرعة تدخلت الجهات الأمنية لفك طلاسم الملف تحت إشراف النيابة العامة بعد إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات للتشريح الطبي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والتي يشتبه في أنها نتيجة ظروف الحضانة غير الصحية. أنا الرأي ديالي خصهم يمشيو زعما الحضانة تكون بالقانون ديالها ماشي عشوائية، والأم ما كتعرفش كدي ولدها، كتحب كدي عن شي مربيه. انا شحال ما رشت المربيات تجري للدراري. الحضانه خصها تكون نقيه وتكون فيها المراقبه، ويكونوا في حاضن الدراري يعاود يتقلب شي واحد على كرشو ويعاود يتقلب شي واحد على ظهره، وخا ماشي يشد الحضانه ودير الحضانه ماشي اي واحد يجي يحل واحد المحل ويدير واحد الحضانه. خاص داكشي تكون فيه المراقبه، ويكون داكشي مزيان على الجديه، ويكون كاميرات اصلا. بحثنا في مختلف أزقة درب التعاون عن أم من أمهات أحد الضحايا حيث تقطن حسب مصادر موثوقة، لكن لم نصادفها أثناء التصوير. لينتهي بنا شريط الأحداث صوب مقبرة الرحمة حيث رؤي الهالكان الثرى في انتظار نهاية التحقيق ومعرفة من سيدفع ثمن هذه الجريمة النكرة التي ارتكبها الكبار